المناضله ما يقربوش ليها نهائيا. اشرب الماء، اشرب اي حاجه الا المناضله، بعد منها. اسمع لي. المناضله ما يقربوش ليها نهائيا. اشرب الماء، اشرب اي حاجه الا المناضله، بعد منها. انا كنت وانا مصرا خارج ولي بوشيط ومكرفص وعايش بوحدي، وكنعاون بعد من بنادم بزاف د الحوايج ومخلوع. الحاله اللي وقعت لي بسبب المناضله، كان عندي لي غاز، ولكن ماشي شي لي غاز نيت، كثرة المناضله داكشي تكون لي غاز بزاف، وما كنتش عارف. تقريبا 3 جوج في النهار ما كنت كنشرب مناضله، يعني كانت عزيز عليا، وكل اي واحد عزيز عليه المناضله، ولكن ما عرفتش الخطوره ديالها حتى كيطيح في المشكل. المشكل اللي طحت فيه انا هو تلوى لي المصران وما كنتش عارف، ومشيت للسبيطار ودخلت الانعاش وداروا لي عمليه الاولى هي، وهنا خرجوا لي المصران وقالوا لي غدوز واحد المده وغادي ترجع لك مصران، وكدوز ديك المده كنرجع عندهم كيقول لك دير التنجيو، دير هادي دير هادي، وانا ما عنديش، بقيت ما كندرت هذاك الشيء. وفاش دخلت باش ندير العمليه تحيد من البوشيطه، المهم دخلت درت العمليه، دازت 3 ايام ما نجحش ليا العمليه، كنتبوع الدم وداك الشيء، حيت ما كنتنفس ما والو. مني قال لي غتدخل ضروري دير العمليه ما نجحش لك، يمكن الخيط تحل داخل، وهو راه ماشي الخيط. المهم دخلت درت العمليه، دخلت الانعاش، نعست شهرين، حيت كندير عمليه في دقه كيحلوا لي من هنا ومن هنا. المعاناة بزاف، ما كانش عندي امكانيات ولي بوشيط، وطولوا العمليات بزاف، هي الماكسيموم خصني نديرها 2، ولكن ما كاينش حوش ليا. درت تصور معايا، درت 5 العمليات وعاد الترويض وبزز نجحت، ودابا كنحس براسي ماشي والك، يعني منفوخ ليا انا، شتيها كتبان، خاص ضروري نمشي للطبيب. انا ما عنديش باش غنمشي للطبيب ولا ما عرفتش شنو كاين من بعد، تكون شي عمليه ولا شي حاجه تنبخات، وما ما عرفتش كيفاش نعيش. يعني كان والله درت العمليه تقريبا يلاه شي 2 شهرين تقريبا، ما كنتش كنتوقع. المشكله بزاف كان عندي اخر فرصه اللي هي هذه، قال لي الطبيب، حيت فاش اخر درت 5 العمليات ورجعت من بعد درت 2، قال لي دير الترويض هو الاول، احتمال تنجح العمليه، وفعلا درت الترويض والحمد لله نجحت العمليه. وجا عندي الطبيب بقاو شاديني شهر، هما الماكسيموم 5 ايام تخرج، هما خايفين خايفين لا تحل الخيط ولا شي حاجه ولا يقع شي مشكل، ولا بقيت شهر وانا ناعس تما. وقال لي عطى الراحه لنفسك، تقريبا خصك تريح شي عامين وتحرك شي حاجه بسيطه، وانا ما نقدر ندير حتى شي حاجه. لا تحرك كنحس براسي منفوخ ليا هنا، وكرشي بالليل ما كتخلينيش نعس، كنبقى تغرغر، ما عرفتش شنو هادشي، وما قدرتش نمشي عند الطبيب حيت ما عنديش امكانيات. يقول لي سكانير باش غندير، وما عندي حتى شي حاجه، الخدمه ما كنقدر ندير والو. هذا هو المشكل ديالي.